عليكم مشاهدي الكرام. اليوم غنقدم واحد الطبق ديال الدجاج مشوي على الفخر، فهو كيجي اكثر من رائع ولذيذ وصحي. تبعوا معايا الطريقه وفرجه ممتعه. عندي هنايا كيلو ديال الدجاج اللي كيكون مغسول مزيان ومنقي. هنا الصدر قطعتها على هذا الشكل، ما كنخليهاش كبيره، بهذا الشكل هذا قطعتها. كنعمل طريفات ديال الجناحين حتى هما، كيبقى على حسب الدجاج اللي عندكم. من نعمل الصدر قطعتها طريفات، الجنيحات كنضيف ليهم القليل من القرفه بهذا الشكل، غنضيف القليل من الكركم الاصفر، القليل من الكمون، القليل من الفلفل الاسود، كيبقى العطريه على حسب العطريه اللي عندك. انا هذه العطريه اللي عندي موجوده هنا، قليل من الزنجبيل والقليل من ملون غذائي على هذا الشكل، غير قليل منه. هنا غنضيف القليل من الزيت على هذا الشكل، غادي نضيف القليل من الملح على هذا الشكل، وغادي نضيف واحد الراس ديال الثومه وبصله. غادي نحكهم ونتلاقاو نكملوا على الطريقه. هنا كنضيف القليل ديال القزبر والمعدنوس، وغادي نخلط الكل على هذا الشكل. اللي عنده السمن يعمل معلقه صغيره ديال السمن، اللي ما عندوش بلاش، حتى هو كيعطي الدجاج واحد المذاق اللي كيجي فيه اكثر من رائع. ان السمن كيجي بنه مع الدجاج كيولمو. هنا كتخلطوا المكونات مزيان، كتفركوا الدجاج ديالكم على هذا الشكل. هنا اللي عندها الوقت ترقد واحد 2 ساعات غتخدم به، اللي ما عندهاش الوقت ترقدو نص ساعه وتخدم به. لما ترقد كيعطي الدجاج مذاق هائل، كيجي بنين بزاف. هنا غادي نغطيه ونخليه واحد نصف ساعه مرقد ونتلاقاو نكملوا على الطريقه. هنا من بعد ما دازت نصف ساعه على الدجاج ديالنا مرقد، كنجيب الشبكه وغادي نستف فيها الطروفه ديال الدجاج على هذا الشكل. وفي هذا الاثناء عندي الفاخر مشعول، كنبعد الطروفه على هذا الشكل. فهو كيجي على الفحم رائع، كيجي صحي ولذيذ. ندوزو دابا للشواء ديالو. جينا كنعملوه على النار بهذا الشكل هذا، ردوا بالكم عليه مره قلبوه، وكنستمروا بهذه الطريقه هذه حتى كنساليوه كامل ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. هذا هو الطبق ديالنا الموجود، كيجي رائع ولذيذ وصحي لانه على الفاخر. وكنصيحه ملي تشويوه باش يبقى لكم رطب، لويوه في بلاستيكه حتى تبغيو تاكلوه وبالصحه والراحه. فهو كيجي رائع وفتي بزاف، انا ما شاء الله كيتفرتت بوحدو طايب. وبالصحه والراحه، الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.